مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: لاعبو الأخدود يتفوقون على نجوم الأهلي في ليلة الريمونتادا. تقاسم ثنائي الأخدود باولو فيكتور وسافيور غودوين التقييم الأعلى بمواجهة الأهلي في الجولة 25 من دوري روشن السعودي بحسب شبكة أوبتا للإحصاءات. وقلب الأخدود تأخره إلى فوز مثير في الوقت بدل الضائع على الأهلي 2-1، وحصل فيكتور وغودوين على تقييم 7.8 وتقدم على زميلهما بيتروس 7.2. وشهدت المباراة حصول لاعبين من الأخدود على تقييم أعلى من جميع لاعبي الأهلي. ونال النجم الجزائري لأهلي رياض محرز تقييم 5.7 مقابل 4.9 للإيفواري فرانك كيسي كثاني أسوأ تقييم للاعبي الفريق. التقييم الأسوأ في المباراة كان من نصيب لاعب الأخدود الجامايكي داميون لوي 3.8 الذي سجل هدف الأهلي خطأ في مرماه. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.